انا عايزه اقول لك على حاجه. خير ان شاء الله، دخلتك مش مطمناني. بتكلم جد على فكره، ماما هتجيب بيبي. ده ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم يكون عندك اخ او اخت. هو انا طلبت منك اخت او اخ؟ انت ليه بتتصرف من دماغك؟ اتصرف ومن دماغي فيها بيت؟ في سواد. البيبي ده بقى تديه لعمه عشان ما عندوش بيبي. يا سلام، لما ماما تجيب البيبي اللي في بطنها ده نديه لحد ما خلفش بيبي. انت بتجيبي الكلام ده منين؟ هي جمعيه وانا هقبضها لهم؟ معرفش، زي ما جبته اتصرف فيه. هو انا كمان هحللك مشاكلك؟ ايه الابهات دي؟ اعمل فيها البت دي؟ يا بنتي اتقي ربنا بقى والبسي الحجاب. بس يا بنت مالكيش دعوه. الطايحه فين؟ يا بابا بقى، بابا بيهزر صح؟ لا طبعا، ده انت ايامك تين. امشي يا بنت اطلعي بره. اصله شاف بنت جارتنا ماشيه مع ابوها ولابسه الحجاب وقال دي قد منا بنتي لازم تلبس الحجاب. ده من امتى ده؟ قعدت اقول له اهم حاجه الاخلاق، سيبك من الحجاب. ايوه صح يا اختي، تنيلي انت اختي وانا عارفاكي. المهم هو ما يعرفش. لمي نفسك يا بنت. يا اختي الشارع كله عارف، هي جت عليا؟ عارف ايه ده، انا زي الفل. لا ولو على ممدوح انا ساتر وغطى عليه. مين ممدوح ده؟ الله اكبر، اهي ما شاء الله لبست الحجاب وبتصلي كمان. ادعي لها يا بابا. المشروب اللي جوه الازازه ده هيخليني اقرا الافكار، اما اشرب منه شويه عشان اخلي بابا وماما يولعوا نار. يلا يا سوسي نروح نسمع افكار بابا وماما ونعرف هما بيفكروا في ايه. النهارده بالليل هروح اقابل مديحه تسريحه واخرجها. هات 10,000 جنيه. ليه يعني؟ وانا قاعد على بنك؟ خلاص ولا تزعل نفسك، انا هروح اقول لماما على مديحه تسريحه اللي انت رايح تقابلها بالليل. ايه؟ لا عيب، انا هديك اللي انت عايزاه. انت عارفه برضه ان بابا بيبخل عليكي بحاجه. شكلها هتلعب ولا ايه؟ انا كده بقى معايا 20,000 جنيه، فلوس شلتها من ورا جوزي، ولسه اللي جاي احلى. انت بتبصلي كده ليه؟ بقولك ايه، انا مش رايحه المدرسه ولا هصحى بدري تاني. نعم؟ ليه يا اختي؟ ماشي، انا بقى هقول لبابا انك بتاخدي فلوس من وراه. انت تقعدي مرتاحه وزي الهانم وانا اعمل لك كل اللي انت عايزاه، واقول لك انا كمان هقوم اروح المدرسه بدالك.